اوي مساء الخير عليكم في حلقه جديده من مود كاست. ازيك يا عم ميجز؟ عم فود عامل ايه؟ كله زي الفل، كله تمام؟ كله اهل تمام؟ يا صحاب نهار تمام؟ ابيض يا نهار تمام؟ ابيض، الدنيا بايظه. الدنيا جميله. الدنيا مش بايظه، هسكت. الدنيا والله بايظة. لك والله انا بقول الدنيا بايظه. ايه رايك بقى؟ النهارده معايا الرجل الابيض المتوسط حبيبي ربنا يخليك، ربنا يخليك افرج الراجل العادي يعني. حبيبي الله يرحمه. هنتكلم النهارده. بيقول لك زمان واحنا صغيرين يعني كان دايما عندنا كلمه كده بنقولها ونرمي وراها كل احلامنا. كنا دايما نقول يا لو، ونقول بقى يا نهار اسود، يا لو يبقى معايا مليون جنيه، يا لو يبقى معايا مش فاهم. فالنهارده بقى احنا هنقعد نقول يا لو وعلى الله التسهيل بقى، ونشوف يلا. الدنيا هتروح وتيجي بينا فين يعني. يلا بينا. بس قبل ما نقول الكلام ده متنسوش اللايك الجميل، السبسكرايب الرايق، الجرس عشان يجيلكم كل الحلقات الجايه، شير، لموا علينا الناس وفرجوا علينا الدنيا، وخش بينا على الحلقه سقور. قول لي يا ميجز، ما تيجي نعرف الناس مين ميجز الاول قبل ما نرزع يعني. يا نهار ابيض، مين ميجز؟ مين احمد ماجد، بس كده. انا مش بطلع لك بطاقه اصلا. لا هو احمد ماجد كفايه. يعني راجل ستاند اب كوميديان، بحاول يعني الحمد لله. هيدغدغ الدنيا قريب وهتسمعوا عنه كتير فشخ قريب ان شاء الله. يا رب والله. وايه تاني؟ وشبيه محمد اشرف بالظبط. اشرف، وشبيه محمود كنافه بالظبط. وشوت اوت لكل اخواتنا يعني. وكابتن ماجد بالمره. يعني دي بقت تيمه. دي بقت تيمه خلاص بقى. يعني الناس مش غرب دلوقتي. هم عارفين كل حاجة. صحيح. ده هري. انت ليه باصص هنا الكاميرا اهي؟ يا اسطى ده الفيو بتاعنا احنا، دي الكاميرا. جاروني. بس قول لي ايه اكتر حاجه كانت بتيجي في دماغك زمان تقول يا لو، كنت ايه اول حاجه بتيجي في دماغك اول ما قلنا كده؟ لا هو يعني عارف انت الكونسبت بتاع زمان اللي هو نطبع فلوس كتير ونبقى اغنياء. دي يعني هو الواحد دايما بيدور على الفلوس من صغره. انا عايز امسك قرش، فيا بقى نطبع ونعيش بقى. ده بكام؟ ده معايا كتير. عطيله. معايا كتير منه. يلا بينا. عارف ان في ناس عايشه الحلم ده اوريدي؟ انا لا مش الحلم يعني، مش بيحلموا بيه. الناس هم اوريدي كده. لا دول يعني ربنا يكرمهم. يعني بيجيبوا ممثلين مصريين دلوقتي هناك وبتاع، وخدوا الاهرامات وابو الهول. اخواتنا الله اخواتنا مش ارحب شغل غير كده. في ناس دلوقتي عايشه ده يعني. بس تفتكر ده لو كان حاصل كانت هتفضل الفلوس اصلا ليها قيمه؟ لا يعني ده اللي انا اكتشفته لما كبرت. بالظبط. وبعدين بالظبط. يعني طبعا الحاجه اللي بقيت بتجيبها كنت بتجيبها بجنيه هتجيبها ب10، كنت بتجيبها ب10 هتجيبها لا ما هو سيبك بقى من الواقع، من فكره انه ده هيسبب تضخم لو احنا لسه يعني. لو احنا في الحلم ده انه بنطبع براحتنا ونجيب براحتنا، فاهم حاجه؟ فالفلوس نفسها ما كانش هيبقى لها قيمه، او يعني فكره الشراء. انت هتبقى اتعودت على الحاجه بقى. الموضوع بقى بالنسبه لي سهل. انا عايز كذا هجيبه وخلاص. بالظبط. مش هتحس بحاجه يعني. كنت احس احساس المواطن السويسري تقريبا. هو يعني قاعد على البنك فيلا مش مشكله يعني. دي حاجه نفسي فيها يعني. بس بيتهيألي انه كان ممكن يحصل حاجه تانية ترازينا برضو. ما اصل اكيد مش هنبقى عايشين نصرف بس، فاهم حاجه؟ فهل ساعتها مثلا كنا هنحتاج ننزل شغل، ولا هي بالبرينتر اللي عندي في البيت تك وخلاص وبتاع؟ لا هو الموضوع هيبقى. طب كنا هنجيب البرينتر منين؟ دي بقى ده حوار تاني. ده دي ممكن نعطر في حد فاهم مخترع، هو هيخترعها لنا يخترع لنا برينتر. يا ابني ما هي مخترعه. لا برينتر دي تحديدا بقى بتاعت الفلوس بالذات يعني. بنك نوت. ايوه شفت فاكر عارف المطبعه اللي في الهرم؟ ملهاش لازمه بقى خالص. اركنها. انت عارف انها ما بقتش في الهرم؟ بس ما بقت في هي المكان بتاعها لسه في الهرم بس يعني. ايوه اسمها مطبعه. ايوه محطه بعد اسمه ايه ده، كايرو مول على طول. بس ما علينا. من هناك بقى. شوطات اخواتنا اللي بالهرم. تحيه لاخواتي اللي من العمرانيه منورين ان شاء الله لما تتفرجوا. ان شاء الله. ان شاء الله. بالظبط. طب ايه تاني جه في دماغك غير لا في حاجه بقى جت في دماغي الفتره اللي فاتت. انا واحد يعني شغال في محل بلاي ستيشن. حلو الكلام. تمام. محل بلاي ستيشن في الزيتون، حدائق الزيتون، وانا ساكن في الهرم. حلو. فانا مشواري مترو. حلو. فانت تاخد بقى ميكروباص للمترو، والمترو ذات نفسه، وابدل في الشهداء طب ليه ما يبقاش في حاجه كده اللي هو انا بقيت في البيت نتليبورت كده سمير وشهير وبهير مثلا. او عارف انت الساعه بتاعت بنتين اللي هو كان يقعد انت تعمل كده، ظبطتها انت في المعادي، ظبطتها على الهرم
بجد اهي. طب اهو حط ايدك يا نهار العب والله. لف ده. لا استنى وصلنا الكيو ام بي. شوف بقى استنى عشان طلعتني مديون تقريبا. طلعني عليها فلوس. كلنا علينا فلوس كلنا. ايوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس هي بقى اللي هو تقوم عامل كده وهوبا انا بقيت في المعادي. انا كان بيجي في دماغي دايما خيال كده لو التكاتك سواقينها زي لندن كاب. عارف في لندن كاب بابليكيشن وبتاع بابليكيشن ويجوا لك لابسين بدل ويعاملوك بقى معامله في الشياكه منه. انت ايه اللي انت بتسقف بيه هناك؟ مفيش حاجه ماشي. ويجوا لك فاهم لابسين بدل ونازلين لك وتفضل يا فندم ويفتح لك باب. او التوك توك ما فيهوش باب يعني بس هيحط ستاره يعني اي حاجه عارف انت باب الصالون بتاع البارات بالظبط. انا اكتشف حاجه فتخيلت لو سواقين التكاتك بالطريقه دي لقيت ان الحياه هتبقى احسن بكتير قوي. بس انا بحاول افجول معاك الموضوع بس انا واقف عند حته واحده. ايه سواق توك توك والبدله ومش عارف ايه والجلاف والكاب وكل حاجه. رايح فين اهو السياسه مش جاي عامل عبله يا عمي حسابي 10 جنيه مش جاي. هي ماشيه 15 مثلا اي حد. بالظبط في حاجه غلط اللي هو انت الشكل مش لاقي على طالع من بقك الا لو هتديله الا لو هياخد كورسات بقى ان هو يتعلم الكلام. تخيل بقى شاب من بتوع اللي هم اللي هم الشباب المظبوطه. ايوه بيشغل كول سنتر مثلا يو كي. يا نهار ابيض فاهم. هو زميلي ايه المشكله ان شاء الله نحلوها. لا هي الانقح ان هو يبقى مع انجليزي بس بنفس الاكسنت. ايوه بالظبط ده اللي بحكي فيه. لا فجولها هي بقى يس ماي سير وات از ذا بروبلم وات از ذا بروبلم. لا محلوله باذن الله. I will fix it let you on hold for 3 minutes I will fix it. تصدق هتبقى صعبه فشخ. هتبقى غريبه والله. لا بالنسبه لي هتبقى صعبه فشخ. انا يعني ساعتها هكلم خدمه العملاء كل يوم واطلب ان انا اتكلم انجلش عشان اسمع ده كده بقى مش ده كده خط الفرشفشه. لساني وقع من تخيل فرفشه. ما كنتش بكلمه اقول لهم مشكلتي ان انا متضايق ضحكني. فاهم حاجه ضحكني. المشكله ما اتحلتش بس انا مبسوط بالمكالمه يعني تقييم 3 من 10. ايه رايك حضرتك في المكالمه على المشبوه؟ الراجل ده صاحي والتوك توك كان مكيف. فدي من الحاجات اللي جت في دماغي مثلا. هي لذيذه بس فيجواليتها هتروح بينا في حتت كتير. ما هو عشان ما هي دي بقى هي دي الحاجات اللي هي لما تيجي تفيجوالها هتلاقيها مستحيله غريبه بس هتبقى جامده فشخ. فاهم قصدي؟ انا في الحته دي بقى. لا انا عندي برضو فكره او يعني ما اتفق بس ده ما كانتش لا فيجوالا ولا هي طلب. هي دعوه مني. بلاش يعني يا لو الناس تبطل ضرب يوم الوقفه. يعني ده طلب ده مطلب. مش هيقول لك المحل الساعه 2 بالليل وبتاع. بالظبط. انا في واحد جالي تاني يوم العيد الصبح الساعه 7 كده ولا حاجه ولا الساعه 6. انا واقف مع ابن عمي بنتكلم بره قافل باب المحل عشان لو حد داخل خارج فابقى عيني عليه. حلو. دخل عليا شخص بسم الله ما شاء الله طول بعرض ده حاجه جميله كده. قصدك ايه؟ لا يعني قول لي بترمي عليا. لا قول لي بس قول لي يعني لا هو اقل منك الحمد لله. اقل مني؟ لا هو يعني هو مش قصدك ايه يعني هو في عامل لك زي انت في عمله بشعر. انا عايزاني انا ابويا قال لي عايز فينو اروح اجيب فينو ونشوف الموضوع. قول لي كمل وبعدين. بس مش جايب معاه كيس بقى مليان شيبسيات وحاجات بقى فهو بسم الله ما شاء الله مش معانا وعينه دي مش موجوده. فبقول له امر يعني انت رايح فين؟ قال لي داخل لكذا. فكذا ده انا عارف هو قاعد فين فقلت له خش روم 4. حلو. احنا عندنا باب ازاز عاملين عليه بوستر الحته بتاعت الباب عليها دراع بلاي ستيشن واكس. ان هو بقى البوستر لا ايه في دراع بقى بلاي ستيشن وزرار اكس ومش عارف ايه وفي الناحيه اللي هي ازاز عادي مقفول حاطين عليها بقى صلاح وميسي ورونالدو والرجاله. مفهوم جدا. ده دخل عدى العتبه وراح داخل بقى على بوسترات اللعيبه وعمال يزق في صلاح. الباب جنبه هو عمال يزق في صلاح. هو دلوقتي مفيش صلاح في ركنيه فاهم حاجه. هو عمال هو شويه هيقوم شايله على كتفه طالع يجري بيه الملعب. بالظبط. وانا شايف الموضوع ده انا اصلا قبلها مش نايم يعني انا مثلا هنقول 33 ساعه صاحي انا نايم منهم 3 ساعات. فانا قلت دي دماغنا هو ما بيعملش كده. انت زي العربيه شويه واحنا تحت. الموضوع مش جاي معايا خالص. وده عمال يزق في صلاح. فانا بعد ما هديت شويه من الضحك
بقول له يا ابويا انت بتزق غلط، الباب الناحيه الثانيه. الجمله نفسها غلط والله انت بتزق غلط. طب استنى كده. لا بقول له الباب ايه يعني الناحيه الثانيه، فراح واخد خطوتين شمال بقى بيزق في ميسي انت مشخصنها مع اللعيبه ليه يا اسطى؟ يا هو ده بيشاور على 18 انت مشخصنها معاهم ليه؟ اللي هو مفيش بقى، انا عندي الباب فيه 4 لعيبه واقفين جنب بعض، هو كل شويه بيزق في واحد. حضرتني طالع بيه بره ال 18 مان ماركينج، هو مش هيخش المحل. حضرتني واحده دلوقتي. لو الحلاقين حطوا صوره صلاح بعد الزراعه يا نهار بدل صوره بيكهام واللعيبه دي وبتاع ايه؟ لا تصدق تبقى قروش لو عملوا بيفور وافتر. يا ديني تصدق هو بقى بالحبه اللي كانوا طالعين له كده وكده دي ومبلولين بعدين بقى فاهم، تبقى جامده والله. تصدق ممكن يحطوا صوره صقر برضه قبله. الصقر كان شعره ما شاء الله وبتاع. صقر على الرايق يا باشا. يا نهار ابيض. حط الصوره، حط بيفور وافتر. اعمل كده يا اسطى، اعمل كده يا اسطى. لا يا نهار ابيض زي الفل، تدريجه طرش زي الفل يا باشا. خبي صاحبتك. من الحاجات اللي للاسف انا ما بعرفش اقولها يعني، فانا قلت حبيت اقولها معاكم دلوقتي يعني. الحمد لله انا بدرج دقني. الحمد لله. شوت اوت طارق الحلاق اخويا عم طارق الزغبه يا جماعه. طرش انا عم رؤوف ماشي. لا انا عم طارق هنا عم رؤوف عندي معاه من منذ الصغر يعني. ما والله بالظبط. هو بيبقى موضوع برضو اللي هو انت بتثبت مع واحد ما ينفعش تغير. هو الحلاق عند الرجاله زي الزوجه الثانيه. والله عامه يعرف حاجات عنك اكتر من مراتك. لان الحلاق ده انت بتروح له مثلا كل اسبوعين، او انا يعني هتكلم عن نفسي ربنا يخليك. ماشي. بروح له كل اسبوعين مثلا. تقصد ايه بالكلام ده؟ فكل اسبوعين بحكي له ايه اللي حصل في الاسبوعين دول. فاهم حاجه؟ فالراجل ده يعرف عني اكتر من امي. انا شوت اوت عم طارق والله بحبك في الله. لا مستحيل. لا اما بكلمه موجود يقول لي لا مأجز ولا حاجه بكنسل الحلاقه يا باشا هستناك. يا باشا عادي. انت عارف انا عملتها مره واحده لان كان لازم اظبط دنيتي عشان عندي مناسبه. رحت اعدي على الروف، انا ما كلمتوش، عديت لقيت المحل قافل. وفي واحد تاني على اول الشارع، فانا رحت بقى للتاني ده. هو قشطه، الموضوع بالنسبه لي مش حوار يعني، هو ده الراجل دقن وشال موس فمش حوار يعني. بس الفكره بقى وانا راجع كان رؤوف فتح. تمام. انا كنت ماشي عامل كده اللي هو فاكر بوحه ولا اسمه عوكل اللي جاب القلعه جنب البحر، انا عامل كده وماشي. لا انا مستحيل لما بكلمه، مع ان خلي بالك هو يعني لو هو مأجز فبيبقى عنده ناس واقفه في المحل وبتاع. مستحيل. ما فيش ايد تتمد في دماغي غير ايد عم طارق. عمي وعم الدنيا يعني. طيب لو كان في ابلكيشن يسمح لك انك تأجر حد من المشاهير. فاهم حاجه؟ بمعنى ان دي فكره ستارت اب، والمصحف اللي هاخدها انا هسجل كوبي رايتس دلوقتي. تمام. ده لوزاره الاتصالات. شوف الراجل ده بيقول كلام حلو. لو في ابلكيشن انت ماشي. تست عالي بس. عارف الفيديو بتاع مش اسماء جلال الصهد ده صقر التست عالي بس شو احنا خارجين من رمضان فيعني بالظبط. لو في ابلكيشن يسمح لك انك تأجر حد من المشاهير وفي بقى باكجز انه مثلا 100 جنيه تقابله تاخد صوره مش عارف فاهم. فتخيل بقى الناس ممكن توصل بيها لحد فين. انا عن نفسي انا عارف انا هحتاج ان انا اقعد مع مين. مع محمد سامي. اقول له الكار ده مش كارك، ما انت ما كانش ينفع تدخل من الاول. ما يعني معتزل دي معنى ان هو جرب. بس خلي بالك احنا ناخد التجربه بالنسبه لنا. مع لورد سفينا كتير قوي على الحوار ده. فخلاص انا خلصت الهزار في الحوار ده بصراحه. انا لسه عندي. قول طلع. بس انا هقول له انت خدت القرار الصح. ربنا يوفقك يعني رحمت نفسك ورحمتنا ورحمت ناس كتير ورحمت الراجل اللي كان بيحط في الاخر مع المخرج محمد سامي ده كان متعذب معاك. فهو كان عايز يعمل الحته بتاعت دايركتد باي دي، حاسس ان هو من صغره هو بيشوفها ميمز فعايز يروح هناك. يا ابني بطل لعب في البتاع دي. هو عمره ما كنت لورد اقول يا ريس مدينه لورد الحلقه اللي فاتت ارشد عني. هو مرفوض اسكن مدينه نصر. الحمد لله ان انا ما قلتش عنواني. اخبط بقى انا كده بايع الدنيا مش بايظه خالص بقى. المهم بقى هتقابل محمد سامي. لا انا بيتهيالي ممكن اقابل. تصدق ما فكرتش ممكن اقابل مين؟ نفسي اقابل ستيف اوستن على الرايق. نفسي اقابله. انا كنت بحب الدبليو دبليو. لا نفسي اعرف ليه الشورت.
وليه الشورت ضيق قوي كده؟ لا فاهم حاجه؟ وليه البتاع بتاعت الركبه مع الشورت؟ ما تلبس بنطلون وخلصنا. لا ما هو البتاع بتاعت الركبه دي اقول لك انا بقى، لان هو كان عنده اصابه في ركبته اصلا، كانت حاجه عامله زي الصليبي او حاجه زي كده، فهو دايما لابس البتاع بتاعت الركبه. يا جدع دي كانت اصابه عنده عشان كده والشورت عشان الدنيا تبقى في تهويه. ما هو يا اسطى، ما هو انا بحب الشورتات، بس هو كان لابس شورت يضيق عليك حياتك. لا يا عم كان بيلبس شورتات تانية كانت بتبقى ضيقه قوي والله، فكانت بتستفزني قوي. شورتات واسعه، وكان بيلبس الشورت اللي هو الجينز ما هو بيسموه الشورت. ونفسي اقابل اندرتيكر وكين، قعدوا قعدة عرب كده وصالحهم على بعض وعيب يا جماعه انتوا اخوات وبتاع. ايوه صح. نفسي قوي اقابل او اقابل شبيه الحنوتي. لا ده حوار، ده حوار تاني والله العظيم. انا عايز اقابل الراجل يعني معلش انا مش فاكر اسمه وده جهل مني، اللي هو ده عامله كده. ايوه مش بيطلع معاهم يا راجل. ايوه هو ده بيطلع مع شبيه اندرتيكر. ايوه شفت الفيديو بتاع وده ايه شبيه الحنوتي. شبيه الشعراوي الله يرحمه. كريم بنزينة. ايوه فاكر. نفسي بقى اقعد قاعده مع هذا المالتي فيرس والله العظيم. نفسي مش الاساسيين. مع الاشباه. واشوف بقى انتوا فيها يا جدعان، انتوا ليه كده؟ عامة انت ممكن تلاقيني في القعده لان انا في كتير بيقول لي انت شبه احمد صلاح حسني، فهتلاقيني شبه احمد صلاح حسني. لا انت شبه محمد اشرف ومحمد اشرف ومحمود كنافه وعمر الجمل. عمر الجمل شوطات اخواتنا كلهم يعني. بحبه جدا كلنا والله بنحبهم. لا انا بحبه عشان اقرب نضاره زي حلقتي فاهم. يعني بحس بألفة كده. ايوه. طيب نظريه تانية، انه لو العربيات ما بتمشيش على كاوتشات. ايه ده احنا رجعنا المازنجر. ما هو العربيات بقى مش طايره في الجو، مش فوق. يعني العربيات لو طايره في الجو بيتهيألي الدنيا تبقى زحمه فشخ برضه. هتبقى زحمه فوق وتحت. فاهم حاجه؟ فوحشه قوي. لكن لو العربيات بتطفو، فاهم حاجه؟ مطبات الاهالي بقى. عارف انت المطب السن ده؟ ايوه اللي هو بيدغدغ ظهرك ده. سيبك العفشه بتتحرق العفشه ظهري. انتوا عاملين مطب يوصل لظهري ليه كده؟ ما هو اذب يعني. بص انا بوصلك العربيه وظهرك وهجيب لك ضعف نظر غالبا. ميكانيكي ودكتور باكج فاهم بالظبط. هو تقريبا في حد ميكانيكي ودكتور هم اللي عملوا الموضوع ده عشان يستهزئوا. على فكره اللي بيقوم رامي مسامير قصاد محل الكاوتش هم عملوا الموضوع ده. ممكن والله. بس يعني ساعتها بقى مطبات الاهالي دي هيبقى موقفها؟ هلا هتتلغي وهيلاقوا لها حاجه يعني. ما هو ايه، تعالى بقى نفكر في ايه الحاجه اللي ممكن يعني انا مفاجئ مثلا. عارف انت اللي هو البرنامج بتاع الالعاب اللي هو يقعد يتنطط فوق حاجات ويقوم خبطه ويقع في الميه ايوه فيجوال التوم وجير. انت تبقى ماشي كده تلاقي حاجه طبعا مثلا بس هو في ايد طويله بتقوم لفه عامله دين كده فاهم انت اللي هو انت هتجيب لك ربع قداماني. بحب الالعاب دي بس تتخيلها بقى بالعربيه. عارف ان ربع قداماني في بدايه ظهور التيك توك كان في فيديوهات كده. ايوه عارف انت الفيديوهات اللي هو واحد بيعدي الشارع وقت ما الاشاره تبقى حمراء فبيطلع خوازيق تشرمه نصين عشان يتعلم ابن. ما تعملش كده، دي رساله للاطفال ما تعملوش زي عمو. ايوه والله. عارف فكانت بتظهر فيديوهات كده وعربيه مثلا بتعدي الخطوط البيضاء اول ما الاشاره تبقى عامله مش عارف ازاي فيطلع بتاع من تحت الارض يدش مكلبش العربيه. يا ريته بيكلبشها. مفيش بقى عربيه دي ولا حتى تنفع قطع غيار. شوف لك كلبه فاهم. لا فاكره. بس هو يعني انا مفاجئ حاجه زي كده. اصل هو ما الارض خلاص احنا بقينا عاليين على الارض شويه. هي بقت الارض للبشر للناس اللي بتمشي. كان في لعبه زمان اسمها كلاو. عارف اللي هو كان بيقعد يعمل. ايوه كان في بتاع خوازيق بتقوم طالعه من ايوه بالظبط. هي هتبقى حاجه زي كده مثلا. لو انت شايفها ايه منقطه زي عين القطط كده فانت معدي تقوم هوب على الباك شيخ ساورما فاهم. ايه الشيخ ساورما دي؟ الشيخ ساورما الدنيا الحمد لله. هتعامل معاك معامله العريس يوم الفرح. يا نهار اسود. طب لو مفيش امثال شعبيه؟ لا الحياه هتبقى بلاند قوي. الحياه هتبقى جميله فشخ. انا شايف انها هتبقى يعني تخيل كده راجل كبير معدي او ست كبيره قاعده على المصطبه وحصل قدامها موقف فقامت بص على وبس. ما فيش حاجه وبس. لا فاهم. لا مفيش تاني. لا بحس ان لا لازم كده فاهم. الامثال دي انا بالنسبه لي مهمه جدا ان انا بقعد استخدمها في يومي حتى لو هي مش راكبه على اللي انا بقوله. انا هقوله خلاص. يعني انا جعان دلوقتي وعايز اكل فاقول انا عامل زي اللي راسي على السلم لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. ايه لازمته؟ بس انا قلت المثل. بس انا جعان. وجعان بس قلت المثل. انا هقول مثل كل يوم. فالامثال دي بالنسبه لي الصراحه حاجه مهمه.
حتى لو مش في مكانها، بس انا اقول مثلا ماشي يعني بالنسبه لي مش اهم حاجه خالص في الدنيا. نسيب الموضوع ده نطرحه للناس يقولوا يعني قولوا لنا يعني في الكومنتات تحبوا الامثال ما تبقاش موجوده ونعمل ونعدي، ولا نحشر امثال زي ما انا ما بعمل؟ يعني ليكوا حريه الاختيار، بس خليكم معايا. اختار يا حبيبي اختار. يعني يلا ماشي. عايز تقول حاجه تاني؟ هل لديك اقوال اخرى؟ والله لا، يعني هي حتى انا بحب اتبسطت. طيب انا مبسوط بالله، انا مبسوط جدا. يعني يا نهار ابيض. تدي تجربه كام من 10؟ اختراع ولا في الضياع؟ يا نهار لو الحياه من غير فود بلوجرز ده حوار تاني خالص. ده حوار تاني خالص. بس كلهم ولا ناس معينه؟ عموما بقى لو من غير الكونسبت، لو الحياه من غير بيستاشيو. لا حلو. لا متعه. الدور ده هيفرح قوي صح. لسه واكلين من شويه كحك بيستاشيو يعني. كحك فعلا زي ما الراجل بيقولوا، هو كحك، ما فيش اي حاجه، هو كحك. جربوا الكحك بيستاشيو بتاع بلبن والفي كولا الليمون. لا دي لازم بقى، دي لازم. لا تسمعوا عن الماستر بيس؟ ده الماستر من غير البيس، ده الماستر بيت بالظبط. لا ابدا روتين يومك كده الفتره اللي جايه بكحك بيستاشيو وفي كولا ليمون. صحيح. واختم بقى بعد كده باكل مال يتيم ووقت بنات، هتلاقي دنيتك سلكت يعني. طيب الى هنا نقفل على كده. الى هنا اخواتي، يعني يا رب تكونوا اتبسطتوا، يا رب تكون حلقه خفيفه كده في اللذيذ. حبينا نهزر مع ميجز حبيبي اخويا نورتني وشرفتني اقسم بالله. يعني ده نورك انت والله، ونور الاضاءه ونور كل حاجه. نور كتير في الاوضه. يعني الحمد لله. عجبتكم الحلقه؟ اللايك الجميل، السبسكرايب الرايق، الجرس عشان الحلقات الجايه، واكتبوا لنا في الكومنتات بقى يا لو بتاعتكم كانت فيها ايه، يعني قولوا لنا كده تخيلاتكم كانت رايحه فين. وقبل ما تقفلوا ما تنسوش ادعوا لاخواتكم، الدنيا على البايظ خالص هناك، ربنا يعينهم ويصبرهم ويعدي اللي احنا فيه ده كله على خير والله. وادعوا لوالدة يوسف ربنا يقومها بالسلامه يا رب، عشان يعني الدنيا برضو مش احسن حاجه. وبس كده. عايز تقول حاجه للناس؟ بحبكم، توحشونا. سلام.